السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مراجعة فيلم ولا أنا في الخيال حب. الفيلم بطولة ميان السيد وأحمد السعداني وعمر رزق، وهو فيلم ميوزيكال. وأنا مش عارف هم قالوا فيلم ميوزيكال على أنهي أساس. الفيلم كله فيه أغنيتين بس. هو فيه أغنيتين، هو فيلم ميوزيكال بس ما فيهوش أي أغاني خالص، وأنا هوضح ده قدام. فأنت عايز تسمع التوضيح دوت، يا ريت تفضل لآخر الفيديو، وشكرا جدا. يا ريت تعمل سبسكرايب، وعايزين نوصل 500 سبسكرايب ويلا نكمل في قصة الفيلم. أحداث الفيلم بتدور على أكتر من اتجاه. مين السيد قايمة بدور بنت عندها 18 سنة، أنا مش عارف إزاي، وهي مهندسة ديكور وبتشتغل في لوكيشنات أفلام وكده، ودرست في المعهد العالي للموسيقى، وبتعزف بيانو في الأوبرا، وكمان دلوقتي بتدرس في معهد السينما. بتعمل كل ده وهي عندها 18 سنة. أنا عندي 30 سنة، ولما طلعت بره البلد مرتين بس وحسيت إن أنا عملت كل حاجة ومستعد أموت دلوقتي، مفيش مشكلة. واحداث الفيلم بتدور بين ميان السيد وعمر رزق، اللي هم المفروض بيحبوا بعض من فتره طويله جدا، وبيحصل مشاكل بينهم، وفي نفس الوقت بيدخل في حياتهم المدرس الجديد اللي جاي من المانيا وهيدرس لهم ماده الديكور. وبيبدا عمر رزق يبين كلحته على قد ايه هو انسان تافه، وميان السيد ما بتحبش ده، هي عايزه حد مسؤول بس كده. وبدور احداث الفيلم بتاعنا وبيتكشف لينا حاجات غامضه في شخصيه احمد السعداني، وحاجات بين قصه الحب بين ميان السيد وعمر رزق. انا بالنسبه لي الفيلم عادي، فيلم وسط خالص، ما فيه مش احسن حاجه ولا اوحش حاجه. وانا استغربت جدا اصلا من معين السيد لما كلمت عمر وقالت له ان انت لازم تكبر بقى، واحنا المفروض ناخد خطوه ومش عارف ايه. وبعد كده اكتشفت في نص الفيلم هي عندها 18 سنه وهو كمان عنده 18 سنه. نكبر ايه؟ مش فاهم يعني. ما قدرتش افهم النقطه دي بصراحه. انتوا في سن دلوقتي اللي هو في سن الهبل والضحك والهزار والحاجات ديت. مش حسيت ان هي ناضجه قوي وكلامها ناضج قوي عن سنها اللي هي المفروض فيه، او يمكن الناس في الطبقه ديت من المجتمع بيعملوا كده. انا ما اعرفش بصراحه، انا مش من الطبقه دي فما اعرفش. يمكن يعني لو حد من الطبقه دي بيتابعني يا ريت يقول لي انتوا بتعملوا كده وانتوا عندكم 18 سنه ولا لا. مش عارف يعني، زي ما الفيلم بيعمل. فالله اعلم، ديت معلومه جديده عليا بصراحه. يعني انا بالنسبه لي واحد 30 سنه اهوت، وعندي احساس ان انا عايز ابقى زي عمر ده، اهزر واضحك وابعد واعمل مقالب في الناس. انا شايف ان ده طبيعي، يعني شايف ان ده الصح. اما الجو بقى اللي احنا ناخد الدنيا جد جدا ونمشي كده، محدش هيعيش، مش هنعيش اصلا. فدي وجهة نظر. وكمان عندنا احمد السعداني اللي راجع من المانيا وحياته غامضة جدا، هو شخص غامض جدا، قافل على نفسه، وهم بيخترقوا حياته ديت بكل الاشكال اللي ممكن تتخيلها. وعلى ما اعتقد هو ده الحاجة المهمة في الفيلم، هو ده الجزء الانترستنج، قصة حياة احمد السعداني، هو ومراته وبنته المفروض اللي هي جاية معاه وكله بيتكلم عليها، وبعد ما بيخترقوا حياته وكل التكشفات اللي بتظهر من بعد كده. وعيب الفيلم الكبير بالنسبه لي اللي هو فيلم مبني على ستراكشر ميوزيكال، فيلم مبني كانه المفروض يبقى فيلم ميوزيكال، بس الناس اللي اشتغلت فيه خافت ان هي تعمله فيلم ميوزيكال. هي قالت لا خلاص يا جماعه، احنا محدش هيفهم، وممكن المصريين ما يتقبلوش دوت تماما، فنعمله فيلم عادي. فبقى غريب جدا، بقى في مشاهد ما تنفعش غير اللي هي تبقى ميوزيكال، وهم أدوها بطبيعية جدا وكلام عادي حواري، وهي ما تنفعش تبقى حوار يعني. أكتر من مرة بحس اللي هو لما الباب بيتفتح المشهد ده كان لازم يبقى يقلب على طول أغاني والديكور يتشال، ونشوف بقى استعراضات حلوة. ده ما حصل، فبيبقى فيه اوكورد كده، بيبقى في حاجة غريبة كده في المشهد اللي انت قاعد مش مستريح. المشهد بيمشي بطريقة وستراكشر فيلم ميوزيكال، لكن هو بيمشي حوار عادي خالص، فتحس ان الدنيا بايظه منهم تمام. حتى الميوزيكال لما عملوه في اخر الفيلم كان كرنج جدا بصراحه، ما عجبنيش يعني. كويس اللي هم مشوه كده. فكانوا انا رأيي كانوا ماشي الفيلم كله فيلم حوار عادي خالص، ويشيلوا الاجزاء اللي تحسها ميوزيكال زياده عن اللزوم. يعني في حاجات بتتكشف بطريقه اغنياتيه او طريقه كليبات اكتر ما هي طريقه بتاعت فيلم، او طريقه سيناريو بجد، او سيناريو فيلم دراما عادي. وهو كان هيطلع فيلم دراما حلو جدا، عشان بجد حياة أحمد السعداني أو قصته مثيرة جدا للاهتمام. وهي دي كانت أكتر حاجة مثيرة للاهتمام، قصة أحمد السعداني بحياته كلها الغريبة ديت اللي هو عايشها، وإزاي أنت بتبدأ صراعاته النفسية معاه. أما قصة مين السعيد بصراحة ولا كان ليها أي لازمة في الفيلم، لو كانت اتشاركت كانت هتبقى أحسن. بس أنا شايف فيلم 6/10، 5.5، مش أكتر من كده. ففيلم لذيذ يعني، هتقضي وقت كويس وأنت بتشوفه. طويل شوية، كان ممكن يخلص قبل ما يخلص بربع ساعة، تلت ساعة مثلا. بقيت في الآخر بدأت أزهق يعني. لو طب يلا جري، يلا انجز، يلا اعمل حاجة جديدة، وما كانش في أي حاجة جديدة بتحصل بصراحة. فدي كانت من أكتر الحاجات المستفزة في الفيلم. بس يا ريت تعملوا سبسكرايب، ويا سلام.